مساء الخير. لو انت من الناس اللي شايفه ان الستات هم كلهم كده، ولو انت من اللي شايفه ان الرجاله كلهم كده، الحلقه دي ليكوا، شوفوها للاخر عشان هنتخانق خناقات مش كويسه في الكومنتات. انا محمد مسعد، ازيك؟ عامل ايه؟ انا فل الدنيا تمام قوي كده، انا هقفل قلبي خلاص على كده. دلوقتي انت بتقولي انا كنت فين سنة 2000؟ كان عندي درس رياضة في ميدان فيكتوريا، عندي 12 سنة، فاهم؟ سن وحش يعني. والوقت ده طبعا امتحانات بقى نص السنة وكده يعني، فاحنا متقدرين ليه بقى؟ عشان في حفلة في الهرم باحتفالية الألفية، فاحنا عايزين اصلا نشوف الحفلة في التلفزيون، فمش جاي في دماغنا الدرس. فعملنا ايه بقى يا باشا؟ دخلنا عند مس هدى، قلنا لها ايه معلش احنا نطلع بس نجيب حاجة نشربها. طلعنا لقينا واحد بتاع قصب. انا بقول لك سنة 2000 انا داخل ازاي، لان هم كانوا ساعتها بجد بيقولوا ان العربيات هتمشي بعصير القصب. ودور ورايا، سلام عليكم، خد هات القصب. وفضلنا واقفين قدام الشباك، احنا الثلاثه مش هقول اسامي اصحابي، واقفين بنبص لسه في الخدمه. في اليوم ده كان معايا صديقي ميم ح وعين سين، قاعدين بناكل عشان هم الناس لسه في الخدمه فعلا. احنا كده على التراك خلاص، واقفين ناكل القصب، واللي بيطلع من القصب بنرميها على الشباك، وبعدين بننشل بقى. مين اللي قاعد جوه؟ المس. فالمشهد كده، الشاشه مقسومه نصين، في مدرسه رياضه قاعده هنا، في اطفال اللي هم شنبهم خاطط بيمصوا قصب وبيحدفوه على الشباك. ده انا داخل سنه 2000 كده. فكان يوم ازرق وطردتنا وكلمت اهالينا، ومش عارف القصه دي بتفيدنا بايه، بس انا يعني قلت احكيها. ال 12 ده بقابلهم في لعب الكوره، مش هينفع تزعق له لانه هيعيط في نفس الوقت هو بيعمل حاجات، فاهم ان هو في جامعه. ده حقيقي. وانا اصلا في كلامي دلوقتي، انا النهارده جاي اكلمك عن التعميم، وانا اصلا عممت دلوقتي، يعني اتهمت السن ال 12 ده ان هو سن ايه، عشان بس نحط ما تهرجش معايا، ماشي؟ انا يا عم الحاج في يوم رايح لاختي، طالب اوبر عادي، مشوار عادي الرغي طبيعي اللي بيبقى في المواصلات، ازيك عامل ايه، لحد ما يجي السؤال اللي بيستفزني كل ما بكبر في السن بقى بيحرق دمي، وهكلم عنه في حلقات قادمه. ده عامل له حلقه لوحده. ده انت متجوز؟ قلت له لا. فقال له الشاب لطيف جدا، ما داسش على اي انسكيورتي، كلم عادي. قال لك ايه والله بس هي العزوبيه جميله وليها مميزات، والله ان انت حر نفسك. هو بيتكلم عن العزوبيه في اولها اللي هي ان هو طلع متجوز وعنده 24 سنه، فهو ما عاش العزوبيه. بالنسبه له العزوبيه اللي هي بتاعت قعدنا في سكن شهرين وكنا بناكل اندومي طيب قوي، فاهم؟ فانا سايب ويقول لي اصل هي جميله، بس عيبها ان انت الدنيا عندك بقى في الشقه تضرب تقلب. انا بعدي له عادي. هو ابتدى يقول لي ده الجواز مميزاته العيال وحاجات جميله فعلا، بس هو عيبه برضه ان انت الحريه اللي في العزوبيه ما بقتش موجوده قوي. كلام 2 مثقفين عاملين بودكاست في العربيه، لحد هنا الدنيا جميله قشطه، لحد ما ابتدى يوجه لي نصيحه بدون ما تطلب منه للجواز. فقال لي ايه بادئ زبيد، قال لي بص انا لو هقول لك على نصيحه واحده للجواز، ابعد عن بتوع القاهرة. فاهمين قصدي؟ فطبعا هذا البودكاست تحول الى كرسي في كلوب خناقه في فرح بلدي بجد. فقلت له يا معلم ليه يا اسطى بتقول كده يا اسطى، انت كده بتغلط فيا. قال لي انا بغلط فيك؟ قلت له ما انا من القاهره وعيلتي من القاهره. فابتدى يقول لي لا 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 بس انا بص انا بكلمك في الصح، اصل هم بتوع القاهره دول ما لهمش كلمه. قلت له طب تعرف ان انا مره شوف قلت له طب انت اتعاملت مع كام واحد من بتوع القاهره؟ قال لي لا اتعاملت مع ناس كتير. قلت له كام؟ 10 مليون. فهو ايه عيت كده. قلت له انت اتعاملت مع كام يا عم؟ 100,000. قلت له ما لهمش كلمه. وبعدين دخلنا تطرقنا لايه، قعدت اقول له طب انت تعرف ان انا مره قابلت واحد من المنوفيه كريم؟ طب انت تعرف ان انا مره شفت واحد من الفيوم ولا بيصوصو ولا اي حاجه، احنا تمام احنا مع بعض. لحد ما قلت له طب انت منين؟ فراح قايل لي بلده، ومش هقولها عشان ما حدش يزعل، بتوع الفيوم ما بيزعلوش، انا بنهزر، بس ايه قلت بلده، وهي بلده دي مشهوره بحاجه يعني اوحش من بخل المنايفه. انا منوفي كده اتكلم براحتي، هي بجد مشهوره بحاجه وحشه قوي. رحت قلت له طب انا ينفع اقول ان بلدك دي بتاعت كذا؟ فالموضوع خلص على ايه، ان انا حسبته وبقيت واقف ساند على الشباك كده وعمالين بناخد قفلناها بقى بودكاست مثقفين تاني، ان انت عمرك ما هتقنعني وانا عمري ما هقنعك، انت يا عم اديتني نصيحه ان انا اخلي بالي من بتوع القاهره، حاضر، وانا بقول لك كمان 12 سنه هتكتشف ان انت قابلت 10 من 100 مليون. فمن يومها قلت لا انا عايز اطلع اتكلم في الموضوع ده. انا فل يا دنيا تمام قوي كده. الاجيال، بص انا بالنسبه لي طبيعي كل 10 سنين الدنيا بتختلف عادي. الفكره في ايه بقى، ان انا الجيل اللي فرق بيني وبينه 10 سنين، واحنا في العشرينات كان شايفنا ان احنا مش مركزين، وان احنا جيل مش قاري ومش مثقف ومش عارف ايه، بسبب ان الجيل اللي اكبر منه ب10 سنين كان بيقول له كده، والجيل اللي قبله ب10 سنين كان بيقول له كده. فانه انا مقتنع ان ده زمن احلى. لا مش شرط على فكره، يعني بالنسبه لي هو زيه زي دلوقتي. هو في حته كانت كويسه ان احنا معناش موبايلات مثلا، بس وحشته في
ان هو مثلا المواصلات كانت زحمه قوي. فانا عن نفسي مش بعمم في حته ان انا مقتنع ان احنا كل الاجيال ما بتبقى اصغر كل ما هي اشطر. يعني انا بحب اتصاحب على ناس اصغر مني، مفيش اي حاجه خطر في اللي انا بقول. ما تقعدليش على كلمه عشان احنا اصلا كل ده بنتكلم في الهزار، احنا بقينا صعبين قوي. وده خيالك انت على فكره. عامه هو ده تعميم. انا اصلا عامل الحلقه دي عشان اتكلم عن ان احنا ما نعممش. وانا انا بفكر نفسي. فانا قفشت نفسي ان انا في الشغل ابتديت احتك بجين زي. ما عنديش مشكله معاكم خالص، الدنيا جميله، مش عايز صداع، اتكلم مع الراجل، ممكن اتكلم مع الراجل قشطه. فابتديت احس بقى بالجيل اللي اكبر مننا دلوقتي. هل انا يصح ان انا مثلا تبقى انت راجل شغال عندك مثلا سكه ال 22 سنه، فاجي اقول لك عايزين نجيب شاي، تقول لي انا مش عارف بيتجاب منين؟ بس انا هخش في الموضوع اللي بعده. انا هقفل قلبي خلاص على كده. خناقه دايره منذ بدء الخليقه. الستات شايفه ان الرجاله خاينين، الرجاله شايفه ان الستات بتبعزق. هنحل الموضوع ده امتى يا شباب؟ بما يرضي الله. والله العظيم بتكلم جد. انا هعمل تجميع عندي عازم فيها الستات والرجاله، نقعد نشوف ايه القصه دي. عشان بيحصل ايه بقى يا معلم؟ انا اصلا واحد مش متجوز، فساعات اقعد مع صحابي على القهوه اللي تستوستيرون عالي ضارب. ما هو خلي بالك، هو الاستروجين مهم برضه للطرفين والتستوستيرون مهم للطرفين. فقاعد يشتم في الستات، وانا عندي النظره بتاعت انه ما الست دي امك، ده حرفيا. فانت مراتك اللي بتشتمها دي هي فيرجن اخر لام تانية هتبقى بنتك. انا بكلمك في قهوه في فيصل طالبين حلبسه، مش بكلم على كافيهات التجمع خالص. انا بتكلم ان احنا قاعدين في فيصل في شبرا طالبين حلبسه، واحد بيقول لي ده هم الستات كلهم بيبعزقوا. بس انا بقى من جوايا اللي هو يا اسطى انت مش شامم ريحتك يا اسطى، انت ما استعملتش النهارده اصلا. والستات الطبيعي ان الرجاله بتتشتم، فانا طبعا بحس بين استروجيني بيعلى، ببقى عايز اعمل لهم فاهم اللي هو انا بوجه دعوه. يعني انا عندي ايفنت الشهر الجاي، هنتلم كلنا ونقعد نتكلم في القصه دي ونحاول نحلها، وعارف ان هي تقلب بخناقه والبقاء لله. انا فل يا دنيا تمام قوي كده. احنا الديفولت بتاع المصريين ان احنا بنعمم. اسهل حاجه ايه؟ احطك في تمبلت واخلص. ايه ده انت اهلاوي؟ ايه بقى دي ما تعرفش؟ ايه ده انت اهلاوي؟ ايوه. انا هعمم احتياطي. التعميم احتياطي. الحاجات دي بعشقها في مصر، بعشقها. اللي هو ايه؟ واحد عابر في حياتك، عابر سبيل، بالحكم بقى، الحكم اللي هي متعممه دي. بص يا اسطى ما تامنش لحد. بص يا اسطى الدمايطه تجيب منهم مشبك، لا تذم ولا تشكر الا بعد سنه و6 اشهر. هي دي منطقيه. بس افرض هي ازازه لبن، فاهم قصدي؟ لو دورت عملت بقى ريسيرش عن الشخص اللي قالك كده ده، تلاقي ان عيلتهم بتجيب مشبك من دمياط. فراح اعملها قاعده. انا هقفل قلبي خلاص على كده. اي حد معاه فلوس حرامي. هو اللي هو اي حد معاه فلوس حرامي ده يا اسطى انت مش عايز تنزل تشتغل. انا بكلمك بالامانه. هو اللي معاه فلوس ده لا هو تعب فيها عادي، حتى لو هو جيمر. خلي بالك الجيمرز بيتعبوا عادي. يعني يا عم ده هم يا عم كل اللي معاهم فلوس دول حرامي. في ناس برضه انا بحبهم قوي دول، يقول لك يا اسطى بتوع الجيم دول يبقى ده نفخ على الفاضي، ده انا اجيب موس واقشرهولك، ده بيبقاش فيهم خلي بالك مبيبقاش فيهم قلم. عارف الحوار ده؟ دي اسطوره موجوده من وانا طفل. الشحات مبروك ده انت لو جبت موس اديته كده في العضله. انا هديت والله. انا ما اتكلمت معاك هديت. انا ولا مع التعميم ولا ضده. انا مع ايه؟ انا مع ان احنا ناخد بالنا من بعض، نفكر في الفكره اللي جوه دماغنا. دلوقتي انا بقول على الضمايطه ان هم بتوع مشبك. انت شايف ان دي فكره منطقيه؟ انت بتختزل بلد كامله في قرص حلاوه؟ انت ده مرضي بالنسبه لك؟ اصل المنايفه بخله. انا منوفي وبخيل مالكش فيه.